السلام عليكم. انا جاي النهارده اتكلم عن الموتوسيكل الجايدا اللي انتشر الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا في السوق المصري. اولا تاريخ المنتج، موتوسيكلات الجايدا دي جت نزلت 2010، من 2010 ل 2012 نزلت شويه بايكس في السوق المصري بشكل سبورت ريسنج، وراحت في السكه دي ان هي مميزه ان هي تنزل موتوسيكلات شكل سبورت بايك. وقتها ناس كتير جدا اقتنعت وراحت اشترت الموتوسيكلات الجاردة دي على اساس ان هي شكل سبورت بايك بسعر رخيص جدا، فكانت فرصه حلوه للشباب اللي عايزين يجربوا السبورت بايك. طيب تقريبا 2015 او 2014 بدات شركه جايدا تنسحب من السوق المصري، فالناس اللي اشترت ما بقاش لاقيه قطع غيار للموتوسيكلات اللي هي اشترتها. انا واحد من الناس شفت كميه موتوسيكلات كانت معروضه زمان وانا صغير، يعني ما كنتش ساعتها حتى معايا بايك. ناس بتنزل انا معايا موتوسيكل جايدا ومش هلاقي له قطع غيار، انا في فبر مش موجود، انا الموتور عندي عمل صوت، انا مش عارف ايه، وهكذا. في كميه اعطال ومشاكل والناس ما كانتش لاقيه لها حلول. طيب كده احنا وصلنا لنقطه ان زمان لما نزلوا الموتوسيكلات دي ما اهتموش ان هم ينزلوا ليها قطع غيار او يكونوا متابعين المنتج اللي هم نزلوه السوق والناس اشترته. فدي اول نقطه كده احنا ايه معانا وماسكينها في ايدينا. طيب تاني نقطه هي ايه؟ ان الخامات بتاعه المنتجات بتاعتها ما كانتش على المستوى اللي هو نقدر نقول ان هي بايك اعتماديه نعتمد عليها، يعني مش زي الزونتس، مش زي بنيلي الى حد ما، يعني زونتس اعلى من بنيلي طبعا، بس مش بايك يعتمد عليه، مش بايك معلش الناس كسرت بيه ال 100,000 وال 50,000 وال 70,000 كيلو مواتير وما قالتش اي يعني. فهي مش بايكات اعتماديه. فدي كده اول حاجتين احنا اتكلمنا فيهم على الموتوسيكلات اللي نزلت من 10 سنين، هو عدم اهتمام الوكيل بقطع الغيار وهم نزلوا دفعات واختفوا. دي اول حاجه، انا ما اعرفش هي تبع وكيل مين حاليا. تاني حاجه وهي عدم اعتماديه المواتير والموتوسيكلات دي. طيب الشغل اللي نزل جديد، في شغل نزل جديد كتير قوي من شركه جايدا، كله 400 سي سي، ويقول لك مش عارف موتوسيكل ياباني وعامل زي الياباني والكلام ده. مبدئيا هو الموتوسيكلات دي مش موتوسيكلات ياباني، الموتوسيكلات دي مش هتديك اداء الموتوسيكلات الياباني، الموتوسيكلات دي هتديك اداء محترم، مش احسن حاجه، ممكن تديك اداء قريب جدا من الزونتس ال 310 اللي هو الفي بقى والتي والحاجات دي، تبقى اداء متقارب جدا. بالنسبه للصوت، صوتها عادي جدا زي اي موتوسيكل واحد سلندر، مش الصوت الواو اللي هو تقول انت سايق موتوسيكل ياباني، بس هي موتوسيكلات ملفتة وشكلها حلو، دي حقيقه مش هكدب. طيب اول ما نزلت الموتوسيكلات دي كان في حاجتين فكرت فيهم. اولا التسعير، هم هيسعروا ازاي؟ تاني حاجه الوكيل. انا دلوقتي مش مهتم بالوكيل لان انا اوريدي عارف قصه حياه الوكيل اللي نزله من 10 سنين ولا من اكتر من 10 سنين وما نزلوش قطع غيار. فانا خلاص مش هبص للقصه دي، ممكن يكون حد جديد نزل ونزل السوق وهينزل قطع غيار وهيبقى فيه وفيه نفترض ان ده موجود. تاني حاجه المواتير، هي اوريدي شركه ونزلت منتجات، فهي المنتجات دي مش هتتغير، خاماتها مش هتتغير، خامات مواتيرها مش هتتغير. فهنا لازم نقف ونفكر، هل انت هتشتري موتوسيكل زي ده وانت عارف ان زمان لما نزلت مواتيره ما كانتش اعتماديه؟ انا مش هاخد كيسز بعينها، بس في حد نزل على جروب البايكرز من حوالي اسبوع بوست، والبوست ده جاب ريتش عالي جدا، والبوست ده مره واحده اتمسح. حد قال ان هو اشترى موتوسيكل من عندهم وبعد كده مشي بيه، مش عارف الغيار الخامس حصل فيه مشكله فوت، فرجع لهم تاني غير الموتور برضه حصل فيه مشكله وهكذا. فواضح ان في عيوب كتير في الموتوسيكلات ده زي زمان، زي مشكله المواتير دي. طيب انا برضو ما عنديش مشكله في ده، هو موتوسيكل شكله سبورتي شكله جامد، انت ما فيش غيرك منزله في السوق المصري وانت حقك يا باشا تنزل، ما فيش مشكله. بس اخر نقطه وهي التسعير، لما تسعر لي موتوسيكل زي ده ب 160 الف جنيه، ده شيء غير منطقي وغير مقبول خالص. يعني ليه؟ لان هو معلش 160 الف جنيه اروح اجيب زونتس. هتقول لي اصل ده شكله وفيه مرايه بتعمل مش عارف ايه، لا، انا زونتس مشتري موتور، انا مشتري موتور، هروح اجيب مكنه ياباني محترمه تكون حالتها كويسه، موديل قديم، هتكون اكيد احسن من الموتوسيكل الجايد ده. فالمشكله هنا في التسعير، انت لو كنت مسعره ب 100,000 جنيه مثلا كنت هقول لك يعني وين، ان لو انت جايب موتوسيكل شكله حلو ومش عارف ايه وانت اول ركوبه، وب 100,000 جنيه اغلى شويه من شويه موتوسيكلات مش اعتمادي قوي بس شكلا حلو، فحلو شغال. انما ما تقولي 160,000 ولا 150,000 جنيه، لا طبعا لا طبعا دي نصبايا. يعني الموتوسيكل ده اصلا معلش يعني، ما ولا هو مثلا موتوسيكل جامد في حاجه معينه، ولا هو براند محترم، ولا هو يعني هو موتوسيكل صيني. فانت لما تنزلي موتوسيكل صيني بالمبلغ ده والناس تشتري وتقعد يبقى في حملات غريبه من التسويق على الموتوسيكل بطريقه غير منطقيه، وفي ناس كتير قوي بتخش تقعد تقول يا ده موتوسيكل جامد، ده موتوسيكل. يعني انا مش بجرح في حد والله يا جدعان، بس ما ينفعش حد يجيب موتوسيكل ويقعد يحلبه، يعني ما بجد. يعني ما ينفعش انت انت مثلا واحد
حد يخش يكلمك ويقول لك خد الموتوسيكل يا باشا ده وقول كذا وهنديك كذا، انا غالبا همنتج الحته دي في الفيديو حتى، بدل مش بقول على حد بعينه خالص نهائي، مش بتكلم على اي حد، بس انا شفت فيديوهات زي دي ومش فاكر مين حتى. تمام، مش فاكر مين الناس دي، بس الناس دي كانت بتتكلم بثقه عمياء، وهي مش عارفه الباك جراوند بتاعت الشركه، او الله اعلم عارفين وبيخبوا، مش عارف. انا مش بخبط في حد ومش بتكلم على اي حد، انا بتكلم في ان انت واحد في مكان الناس بتسمع لك، وان انت مثلا حد عندك مثلا الوفات الفولورز، المفروض ان انت يبقى عندك مصداقيه في كلامك. عادي جدا تعمل بارتنرشيب مع شركات، مفيش هي اي مشكله. يعني مفيش مشكله ان شركه تقول لك خد المنتج ده واتكلم عنه، مفيش مشكله عادي، ما احنا ده بنعمل كونتنت، احنا بنعمل محتوى. فانت لما شركه مثلا تكلمني انا هكون فرحان جدا ان الشركه شافتني، فانا هاخد الموتوسيكل ده واتكلم عنه بما يرضي الله، بما يرضيني انا، عشان مبقاش انا شخصيه منافقه، وبما يرضي الشركه، لان عشان ما تبقاش الشركه معناه الشركه مش مظبوطه لما تروح تدي الموتوسيكلات دي للناس وكلامهم كله عليها يبقى يا مفيش موتوسيكل زيه ونزل في السوق. ده كلام طبعا خارج العالم يعني، مفيش كده. مفيش حد يفضل ينزل ريلز وفيديوز لنفس الموتوسيكل ويقعد يقول ده جامد، بص صوته عامل ازاي من بعيد، بص مش عارف ايه. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ هو الحياه مش كده يعني، الحياه مش كده والله، واحنا كلنا اصلا ماشيين على عجلتين يعني. ف مش عارف يعني، دي وجهة نظري، ونعتبر ان انا ما اتكلمتش على اي حاجه، وجاست ان انا كنت بفضفض معاكم شويه في موضوع الموتوسيكلات الجاي ده، عشان في ناس كتير قوي سالتني وقالت لي انت اللي ايه هتتكلم عنه بامانه يعني. بس سلام.